السلام عليكم، عاملين ايه؟ بداية بقى سلسلة تحضيرات المدارس. هنعمل كده الميني باتيه. اوعدك بعد الفيديو ده هتعملي نتيجة وهتبقي استاذة فيه. والكمية القمر اللي انت شايفاها دي كلها عملناها بنص كيلو بس. بصوا الجمال والطراوة. هيبقى ادمان للعيله كلها، هينفع كمان في اللانش بوكس، ينفع في اعياد الميلاد، ينفع كده في المناسبات لو عندك خطوبه او حاجه في البيت برضو تقدميها كده مع قطعه الجاتو. حاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقول. صلي على النبي ونبتدي كده ونسمي الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه معايا كوبايه ميه، هي دافيه او فتره يعني، ده ملعين. عليها معلقه كبيره خميره فوريه. احط عليها معلقتين كبار سكر، ودي يعني ايه ربع معلقه بيكنج باودر، 3 معالق من الزيت، ومعلقه خل، واختياري معلقه لبن بودره. بس صراحه هي بتعزز الطعم، طبعا احنا عايزين نعمل حاجه مغذيه للاولاد فهنحطها. وهحط معاهم بيضايه واحده وشعره كده فانيليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هخلطهم بقى مع بعض خلطه كده كويسه لحد ما البيضه والمكونات كلها تتجانس مع بعضها. شايفين مفيش اثر للبيضه خالص. هغطيهم كده واسيب الخميره بس بتاعتي لغايه ما اتاكد انها نشطه. الله اكبر الله اكبر، العزه لله. معايا هنا نص كيلو دقيق وعليه حوالي ربع معلقه ملح. بقلبهم كويس مع بعض. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هبتدي انزل بقى بالدقيق بتاعي على المواد السائله، وهبتدي اقلب كده بالراحه، وهشتغل بقى بايديا. بصوا هنزلها بقى على الرخامه، وهبتدي كده ايه، بصي اي حد مضايقك ابدأي بقى كده ايه تخيلي هو قطعه العجين اللي في ايدك دي لتي وعجيني زي ما بيقول. انا بس ايه يعني عصي ايدي نقطه زيت، هي بتبقى العجينه ملزقه شويه. بفضل بقى كده اعجن فيها، كل ما تعجني فيها كل ما هتديكي النتيجه حلوه. والكام خبطه بقى دول سر من اسرار الحلواني، يعني مش عايزه اقولك ان من غير الخبطتين دولت العجينه هتغيب معاكي شويه. طبعا لو عندك عجان هيسهل عليك الموضوع ده، بس فعلا من سر الخباز بالظبط الفرن كده هي الكام هبده اللي بتهبديهم على الرخامه دول. بص العجينه معايا ما شاء الله. حطيت نقطه زيت، هغطيها بقى واسيبها تخمر معاكي من نص ساعه لساعه الا ربع حسب برضو ايه الجو. لو حر قوي نص ساعه هتبقى كويسه. بصوا ما شاء الله الخميره بتاعتي، اللهم صل على النبي. هبتدي الم العجينه بتاعتي وانزلها كده قدامي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبتدي كده اقسمها. ممكن انا لو المكان عندي واسع، بس انا الرخامه عندي ضيقه شويه فقسمتها على نصين. هدهنها بقى بقطعه زبده. هو انا مش اتحايها، انا بس يا دوبك مليناها شويه. هبتدي افرد التانية برضو وهدهنها كده من جواها برضو زيت واطبقها زي ما قلت لك. ممكن تعمليها على بعضها لو انت عندك الرخامه بتاعتك كبيره واسعه، ربنا يوسعها علينا كلنا. هدخلها التلاجة لحد بس ما الزبده تتماسك. هبتدي بقى اطلعها عشان خاطر اشكلها وانا مرتاحه. بصوا الزبده ولا اكن لها اثر. لو انا كنت عملتها وهي لسه سخنه زي ما هي كده كانت هتسيح مني وهتبهدلني. بفردها بقى وادهنها. الجبنه دي افضل جبنه تحشي بيها. الجبنه اللي هي بتتباع اللي هي بتبقى بالفلفل دي بتبقى ناشفه شويه، وطعمها كده فيه سنة حدوقية مع الفلفل ده، بتدي طعم للباتيه ما اقولكيش بقى خطير. طبعا ممكن تحشيها بالحشوه اللي انت عايزاها، ممكن تعملي اللي هو ميكس جبن زي ما كنا عاملينه قبل كده. حابه اسيبلك الرابط بتاع الفيديو في الاخر بتاع الباتيه برضو اللي كنا عاملينه قبل كده، كنا في اجازه نص السنه تقريبا. هبتدي بقى اقطعه. ده بقى ميني صغير، ده في اعياد الميلاد كده يبقى لطيف كده مع قطعه الجاتو للولاد. ممكن لو عندك خطوبه برضو في البيت ومش عايزه تعملي بقى اكل او حاجه كبيره، تعملي بقى برضو الميني باتيه ده وتشكلي بقى اشكال منه وتعمليه، ومع قطعه الجاتو برضو مع قطعه حاجه حلوه تانية. هيبقى حاجه حلوه وموفره معاكي، وفي نفس الوقت طعمها على فكره لذيذ. يعني انا كنت واكلاها في فرح كان في دمنهور والله، وكان في قاعة، وكان حاطط لنا في الاطباق كده ميني سواريهات من الحاجات دي مع الجاتوهات، وكانت جميلة جدا مع الباتون ساليه بقى. يعني هتظبطي الدنيا هتلم معاكي. والنص كيلو زي ما قلتلك مطلع كمية وفيرة جدا. بدهن برضو دهنة زبدة كده على القطعة التانية وانا بفردها، وهحط برضو الجبنة. ممكن تضيفي بقى اضافه البسطرمه دي، ياه ياه بقى العشق دي، وكانت مخليه الطعم صراحه انا بالنسبه لي. يعني ما اعرفش لو بتحبوا البسطرمه زيي ولا لا. انا ما كنتش جايبه كتير على فكره. الطبق ده كان ب20 جنيه بس من عند البقال او السوبر ماركت.
ما تحاوليش تلفيها كتير عشان ما تبقاش فيها عجين اكتر من طعم الجبنه والبسطرمه. يعني هما لفه تانية بالكتير بس، اللي هي تقدري ان انت تكوني قفلتي على الحشوه بتاعتك. بقفلها كويس. طبعا بتجيبي جبنه اللي هي بتبقى ناشفه دي، ليه؟ عشان ما تسحش منك في النار، يعني تبقى جوه الحشوه بتاعتها زي ما هي متماسكه. بصوا لفتين اهو، هقطع عادي مفيش مشكله خالص. العجين اللي بيفضل بنلمه مع بعض تاني وبنعجن. بس عايزه اقولك اللي هي بالبسطرمه دي كانت خطيره. ممكن تحطي سوسيس، ممكن تحطي لو مثلا مشوحه سجق، ما تحطيهوش ني خالص. السجق لازم تكوني مشوحاه على النار الاول تشويحه كده، وبعدين تحطيه وتقطعيه برده في قلبها كده. الحشوات دي براحتك انتي. ميكس جبن زي ما بقولك. انا كده خلصت الكميه كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هغطيها بقى بكيس وفوطه واسيبها كده في مكان دافي لحد ما تخمر. كل ما خمرت كويس كل ما ادتك نتيجه هشه وطريه زي القطن كده. انا خمرت معايا. هبتدي بقى احضر الدهان اللي هدهن بيه الوش ده. شويه لبن، انا ممكن احط عليهم قهوه من اللي هي سريعه الذوبان، او بحط صفار بيضه، او بحط شويه عسل اسود. انا بالنسبه لي ما بحبش صفار البيض، اللي متابعني عارف ان انا ما بحبش ابدا احط الوش ده بالبيض. فانا كنت حاطه عسل اسمر، وكانت والله ولا ادتها تسكيره ولا اي حاجه، بس ادتها لون جميل. طبعا خلطة السمسم على حبة البركة دي بتفرق في الطعم جدا، خصوصا حبة البركة. عايزة اقولك ممكن تستغني عن السمسم، لكن حبة البركة لا. دي النتيجة النهائية. درجة الحرارة تكون على 200، ما بتاخدش يعني سوا كتير، رف اوسط. لو لقيتي وشها محمرش معاكي، لو انتي الفرن بتاعك يعني ناره مثلا مش بتحمر الوش، ممكن تولعي لها الشوايه في الاخر. اول ما تطلع لازم تبخيها بالميه وتغطيها كده بفوطه عشان تضمني ان هي طريه معاكي وتفضل معاكي طازه. بتعبيها بقى في اكياس في الفريزر وتطلعي منها على قد ما انتوا عايزين. بصوا الجمال، بصوا لي بقى على المطه بتاعه الجبنه والحلاوه والطعامه، والطعم بقى لذيذ. عايزه اقول لك الطعم خطير خطير خطير. تنسوش لو عجبتكم قناتنا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس، تقولوا لحبايبكم عليها علشان نكبر بيكم وليكم. ودايما منوعات أسرة بسيطة تكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، واذكروا الله في التعليقات، وصلوا على الرسول علشان أعماركم الطول وتبقى في خير وسعادة وهنا يا رب دايما علينا وعليكم. وكل سنة وكل ولادنا طيبين.